مرض السرطان بيعتبر الشبح الخفي اللي ناس كتير بتخاف منه وبتحاول بكل الطرق إنها تتجنب خطر الإصابة بيه. وزي ما معروف إن في أنواع من الأكل بتزود نسبة الإصابة بمرض معين، فأكيد في أكلات معينة بتزود نسبة الإصابة بالسرطان. وكمان في أكلات بتقلل نسبة الإصابة بيه وبتحمي الإنسان من خطره من الأساس. خبيرة التغذية السريرية أليسا تاتوم قدمت توصيات بشأن مجموعات غذائية ليها علاقة بالإصابة بالسرطان، وقدمت معاهم نصايح عملية لتعديل النظام الغذائي. يلا بينا نعرف المجموعات دي، واللي أولها اللحوم الحمراء. بترتبط اللحوم الحمراء زي لحم البقر والخنزير والضأن بسرطان القولون والمستقيم، بس مش معنى كده إننا نوقف أكلها خالص، بس الأفضل نقلل الكميات عشان نستفيد بيها. خبيرة التغذية قالت عن اللحوم الحمراء: نوصي بتقليل استهلاك اللحوم الحمراء وتناولها بكميات صغيرة، كما يفضل اتباع نظام غذائي يعتمد على نباتات بنسبة كبيرة. وكمان الخبراء بيأكدوا ضرورة تناول أقل من 18 أونصة من اللحوم الحمراء أسبوعياً، مع استخدام طرق طبخ بدرجات حرارة قليلة لتجنب تكوين المواد المسرطنة. تاني حاجة اللحوم المصنعة زي النقانق والهوت دوج واللحوم المدخنة، لأنها بتحمل مخاطر إضافية بسبب استخدام النترات والنتريت في حفظها، وده بيرفع خطر الإصابة بسرطان القولون والمعدة. وهنا نصحت بضرورة البحث عن بدائل أفضل زي اللحوم الخالية من النترات أو قليلة الصوديوم. وذكرت كمان الكحول، وقالت إنه بيرتبط شرب الكحول بزيادة خطر الإصابة بأنواع كتيرة من السرطان زي سرطانات المعدة والكبد والثدي. وكمان الأكلات فائقة التصنيع واللي بترتبط بخطر الإصابة بالسرطان بشكل غير مباشر بسبب دورها في زيادة الوزن والسمنة، وهما عاملين أساسيين في ارتفاع مخاطر السرطان. وهنا أكدت أليسا تاتوم على أهمية الاعتدال في تناول الأكلات مع التركيز على خيارات غذائية طبيعية أكتر. كمان حذرت من الأكلات المحلاة والمنتجات اللي بتحتوي على السكر المضاف أو المحليات الصناعية في زيادة الوزن والسمنة، ودي بتزود خطر الإصابة بالسرطان. ودعت لتقليل استهلاك السكر والمحليات الصناعية واعتماد الاعتدال في استخدامهما. وأكدت خبيرة التغذية في دراستها على أهمية التركيز على العادات الغذائية على المدى الطويل بدل من القلق بشأن الاستهلاك العرضي لنوعية الأكلات دي. كمان التعرض المتكرر لنوعية الأكلات دي يثير القلق، وقالت إنه يمكن تقليل المخاطر من خلال الاعتدال وتناول الغذاء الصحي. وشددت على اتباع نظام غذائي متوازن بيعتمد على النباتات مع تقليل الأكلات المرتبطة بالسرطان، وده بيساعد في تقليل المخاطر من غير تغيير نمط الحياة. شاركونا في التعليقات وقولولنا ايه أنواع الأكل اللي تقدروا تستغنوا عنه.